وبالتالي يساعد حتى الآن في الحفاظ على الشباك النظيفة وظهيرية الملعب. بايش الأمام. تلك مباراة كانت بأداء المباراة عمل في حال الحفاظ على هذا التقدم وتحقيق الفوز الأول. بايش يمر الدولي العراقي الآن في الجهة اليسرى، انتظر ردة فعل سوالينج في الابعاد. تأتي كرة الآن ابراهيم بايش لاعب العراقي اللي عنده هدفين، هو هداف. فارس سليماني لبايش يلعب في دقيقة ونصف. بايش الآن في مكان ممتاز من امام فارس. بايش فيها القديمة في المملكة العربية السعودية، لكن يميز الرياض انه موجود مع فرق المقدمة منذ زمن بعيد. على كرة الدولي العراقي ابراهيم بايش يتقدم في الجهة اليسرى على انطلاقة لبايش لما صار الخيبري. بايش يلف يحاول العمل الفردي مع اقوى مدافعين في الحالة الأخيرة. ابراهيم بايش فارق الهدف لتخليصها باليمين. هذه المعادلة اللي يقوم بها بوزويلو. الكرة تأتي بالتالي حتى شايف أعلى من المساعدين. مثيلة هناك فارس عابدي وصلت لبايش، عمل فردي للعراقي، وصل ممكن يشارك، ممكن ينشط في الجهة اليسرى، ممكن يزيد كلاعب آخر. بالنسبة لفريق الفيحاء أقصد ما ذكرته طبعا الحراجين. عبد الهادي لاعب رياض السابق، ورانجل 7 دقائق مضافة الفيحاء بهدفين. الكرة الآن في يسار ينطلق هنا رانسي باربيت، تمريرة لبايش. شوف السيطرة والكرة فريق المتقدم بالهدفين فريق الفيحاء. المهاري القوي ساكالا. وصلت الكرة الآن نلعب في آخر دقيقتين من الوقت المضاف. ابراهيم بايش الآن للرياض في مرات 4-2 هدفين في المباراة وتشكيلته تغيرت، لكن تابع صبري لموشي يلعب فايز سليماني. يلعب كرة ساوي ظهير ايسر الرياض بشكل جيد، يلعب الكرة لبايش. ابراهيم الدولي العراقي الى نواف فوساوي. لمسة هنا موجودة نفسها في كرة، ولكن تأتي الآن تحية. يسعى أن يلعب مباراته الأولى في الدوري. تأتي كرة الآن تمرير مع تحرك إبراهيم، تحفيز في دقائق أخيرة. إبراهيم باي لنواف فوساوي يلعب الكرة، لكن تابع هذه كرة رأسية. كرة تأتي لنا في المنتصف. شيميران يعني كل مباراة لها قصة ولها وضع. تلعب الكرة رأسية، محاولة كرة ثانية. ابراهيم بايش مخير عمل فارق.